السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة ميدياسات. أهلا بكم في درس جديد على قناتنا قناة ميدياسات. النهاردة إن شاء الله جايب لكم الحل البديل أو السوفت لتحويل جميع أجهزة السان بلس اللي هي معالج 1506 1507. طبعا إن أنت تشغل بها قنوات البي إن سبورت مجانا بدون أي مشاكل. طبعا ده الفيديو اللي احنا بنبث حاليا عليه. وطبعا ده القناة بتاعتنا يا جماعة. بود يا جماعة، الله يبارك فيك حبيبي، تسلم لي، الله يبارك فيك يا حبيبي. طبعا ده كنا شرحنا فيديو قبل كده. طريقة تشغيل العشر قنوات البي ان سبورت مجانا على جميع الرسيفرات. طبعا العشر قنوات دول صوتية. كنا شرحنا حلقة قبل كده. ان شاء الله هنخش على القناة وهنوريكم الفيديو. واحنا ان شاء الله برضو انت لو حابب ان انت تشغل السوفت ده ان شاء الله بعد ساعة انا برفع الوقت الملف ده اللي هو السوفت على الميديا فاير. وان شاء الله انتظرونا بنرفع الفيديو. هنوريكم ازاي برضو نرفع السوفت. وان شاء الله هنوريكم ده الفيديو اللي احنا كنا بنقول عليه للبي اوت العشر قنوات الصوتية اللي هي ظاهرة قدام حضراتكم ده يا جماعة. فان شاء الله كل اللي ليه اسم رسيفر يكتبه لنا في التعليق، عشان ان شاء الله لو السوفت ده مش موافق مع الجهاز بتاعك نعمل لك سوفت ان شاء الله ونجيب لك الحل البديل للقناه بتاعتك. ان انت ممكن تشغل تركب عدسه مع نيلز تلقط بيه القمر القاموس. وبعد ما تلقط القمر قاموس يبقى القمر ده كله رياضي وبيفتح بتاعت العشر قنوات البي ان سبورت. تقدر تحصل على القنوات صوت وصورة مرة تشوف القناة بتاعتنا ادعوك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك شعار بكل ما هو فيديو جديد على قناتنا قناة ميدياسات. وان شاء الله لو انت مشترك. حاضر، يا ريت تعيد من الاول، انا كتبت لك من مرة وانت ما بتردش. والله يا جماعة الجماعة اللي هما بيقولوا لي وانا ما بردش عليهم ده بيبقى غصب عني، والله العظيم بيبقى غصب عني. ماشي، نخش على السؤال اللي بعده منه. الله، يا ريت تعيد من الأول. ماشي. يا جماعة حلقة اليوم بتتكلم إن إحنا عندنا سوفت وير بيحول جميع الرسيفرات اللي هي تشغل العشر قنوات البي ان سبورت مجانا على أي رسيفر اتش دي معالج 1506. طبعا يبقى انت كده معاك العشر قنوات مجانا. كل اللي عليك ان انت تلقط اي قمر بيبقى عليه الماتشات اللي انت عايزها. طبعا التعليقات بيبقى عليها اجنبي وعلى حسب اللغة بتاعت الدولة بتاعتها. سبورت بس الفرق اللي متغير في القناة اللوجو بتاع القناة او الشعار بتاع القناة، ده اللي بيبقى متغير. اه بيشغلوا، ايوه بيشغلوا. بص اقول لك اسمك ايه الاول. اسمك ايه؟ طب يا جماعة كده هو البث شغال ولا بيقطع؟ يا جماعة اللي سمعنا يعرفنا البث شغال ولا بيقطع. يا جماعة كل اللي سمعنا ان كان البث شغال يا ريت يعرفنا البث شغال عشان نعرف ان البث شغال ولا لا. طيب ماشي، احنا كده الاخوة اللي هم كاتبين لي ازاي ان انا اشغل السوفت ده او ازاي ان انا اعمل السوفت ازاي.
ان شاء الله احنا السوفت بيترفع حاليا على الموقع الميديا فاير. انا هنزل لك الشريط اهوت، اوريك السوفت هو بيترفع، بس هو مش باين هنا. ان شاء الله هوريك. انا كده كده برفع الموقع السوفت على ميديا فاير. ان شاء الله هوريكم ازاي ان احنا نركب السوفت على الجهاز. طريقة السوفت ان انا برفع لك السوفت على الميديا فاير. تخش على الموقع الميديا فاير، تحمل السوفت، هينزل عندك على التليفون او على الكمبيوتر على حسب ما انت شغال عليه. لو انت مشغل على الكمبيوتر طبعا بتنزله، بتفك الضغط عنه. طبعا كلنا عارفين معنى فك ضغط الملفات. هنفك الضغط عنه، بعد كده هناخد الملف نحطه على فلاشة، نفرمت الفلاشة ونحط الملف السوفت عليها، ونروح على التحديث اللي هو على المنيو، وبعدين نخش على التحديث. هنختار الملف اللي احنا عايزينه، هنتك عليه اوكي. بس ملحوظة، والسوفت وهو بينزل اوعى تقفل الجهاز وهو شغال، عشان ما يحصلش فيه اي مشاكل. طيب حد يا جماعة، كل اللي عنده رسيفر عايز يستعلم عنه يكتب لي اسم الرسيفر بتاعه، واحنا نتواصل مع بعض. بس ادعوك ان انت تعمل لايك للفيديو، ادعوكم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو. لو مش كنت اشتركت في القناة، ادعوك ان انت تشترك في القناة عشان نتواصل مع كل جديد ان شاء الله. العشر قنوات يا جماعة عاملين فيديو هوريكم دلوقتي. الفيديو ده كنا احنا شارحين عنه طريقة تشغيل بس لحظات الفيديو بيحمل. سرعة النت عندي ضعيفة، استحملونا. اهلا بكل متابعي قناة ميديا سات. النهارده ان شاء الله جايب لك حل بديل لقنوات البي اوت، اللي هي 10 قنوات صوتية لقنوات البي ان سبورت، طبعا متواجدة على كل الرسيفرات. وان شاء الله كل اللي عنده رسيفر مش عليه الخاصية ديت يكتب لي نوع الرسيفر بتاعه ويتواصل معايا، وانا ان شاء الله هنزل لكم سوفتات لحل المشكلة دي، ونزل لكم ال10 قنوات اللي هم الصوتية قناة البي ان سبورت، اللي انت تقدر من خلالها ان انت تشغل اي قناة على اي قمر اجنبي. ومن خلال القناه ديت ان انت ممكن تستمتع بيها بالتعليق العربي بطريقه تحويل الصوت اللي هو البي ان سبورت دوت على القناه مباشره، ويبقى انت بتسمع القناه اجنبيه، والتعليق من قنوات البي ان سبورت مجانا بدون اي مشاكل، والصوت بيبقى شغال بدون اي مشاكل ولا تقطيع ولا اي حاجه. ان شاء الله النهارده هنقول لك ازاي ان انت تخش على الخاصيه ديت، وازاي ان انت تعثر فيها وتشوفها. كل ده ان شاء الله من رموز النهارده والشاشه، هنتعامل معاك ونوريك ازاي خطوه خطوه. بس رجاء قبل ما نخش على الفيديو، يا ريت تدعمنا باللايك وتشترك في القناه ان كنتش اشتركت، وان كنت مشترك فعل زر الجرس عشان يوصلك شعار بكل ما هو جديد. ولو ليك اي استفسار يا ريت تكتبه لنا اسفل الفيديو، ان شاء الله نوصل لك كل الجديد ان شاء الله على قناتنا قناه ميديا سات. بس رجاء فضل امر، في قناه تحت اسمها قناه محروس الشرقاوي، يا ريتك تشترك فيها عشان ان شاء الله هننزل فيها الفيديوهات اللي هي فك شفرات القنوات اي قناه انت عايزها هنفك الشفرات من خلالها. ان شاء الله ان انت كل اللي عليك ان انت تنزل تشترك، والاشتراك بتاعك يهمنا ان شاء الله. فيلا عشان ما نطولش عليك نتوجه الى شاشه التلفزيون ونوريك خطوه خطوه بعد الفاصل ان شاء الله ونواصل. قبل بداية الفيديو أرجوك تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك شعار بكل ما هو جديد على قناة ميديا سات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ميديا سات. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ان شاء الله كده نتوجه الى الشاشه زي ما حضراتكم شايفين، ادي الشاشه قدام حضراتكم، وده طبعا الرمود اللي احنا هنشرح عليه، اللي هو ازاي ان انت توصل للخاصيه ديت. ان شاء الله الريموت اهوت، الزرار اللي هو اللي فوق ده والزرار التاني. احنا ازاي هوريك ازاي ان احنا نوصل للخاصيه ديت. هنروح نضغط على الزرار اللي هو اللي فوق ده، الزرار ده يا جماعه اللي هو اللي فوق ده، هيظهر لنا معانا القائمه اللي انت شايفها ديت.
طبعا هنا بعض القنوات البي ان سبورت اللي هي بي ان سبورت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية. طبعا العشر قنوات موجودين. كل اللي عليك ان انت تضغط اوكي على القناة اللي انت عايزها. هيتم تحويل التعليق العربي مجانا على اي قناة انت عايزها. يعني انا لو ضغطت الوقت الضغطة ديت وكان مشغل قناة مجد القرآن، قناة يا جماعة، كل اللي رسيفر اتش دي اللي هو معالج السن بلس 1506 1507، كل واحد يخش على الرسيفر يعرف المعالج بتاعه ايه. لو لقيت المعالج بتاعك 1506 1507، يبقى طبعا ان كان تي او في اف او جي، طبعا اللي يبقى السوفت اللي احنا هنرفعه النهارده ده يخصك. طيب لو انت لقيت المواصفات مش هي ديت، يبقى ان شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة، هنوريكم ازاي كل واحد سوفت وير لأي جهاز. ان شاء الله هنرد عليه وهنعمل له حلقة مخصصة اللي هو. بس يا ريتك تدعمنا باللايك والتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك بكل ما جديد على قناة ميديا سات. وادعوك ان انت تشترك في قناة محروس شركاوي. ان شاء الله تخش في القناة هتلاقي الرابط بتاعها تشترك فيها. هتلاقي اللي هو الصورة بتاعت القناة اللي هو لابس نضارة سمراء وتيشيرت احمر. تخش تشترك في القناه ديت وتدعمنا عشان ان شاء الله هنستمر فيها في اقوى في سلاسل حلقات تركيب الاقمار والسوفتات بتاعت الرسيفرات كلها ان شاء الله. انا مخلي القناه دي مخصصه للسوفتات، والقناه بتاعت ميديا سات لتركيب الاقمار وجميع ما يخص عالم الستلايت. بس ادعوك ان انت تشترك فيها وتفعل زر الجرس بتاعها عشان كل ما انزل فيديو فيها يوصلك شعار بكل ما انزل فيديو فيها ان شاء الله. طيب النهارده بقى هنكمل بقى الفيديو عشان الناس اللي هي بترد. انا قطعت الفيديو وقلت لكم عالج 1506 ده يخصه. يا ريتك تعيد السؤال تاني. ان شاء الله انا هشغل لكم الفيديو وانتوا ايه كل اللي ليه سؤال ان شاء الله هنجاوب عليه. هيبقى التعليق بتاعها على قناة البي ان سبورت، والقناة تبقى قرآن زي ما انت شايف. يعني ان انت ممكن ان انت تشغل القناة ديت زي ما حضراتكم شايفين، ان انت ممكن تشغل الصوت على اي قناة اجنبية حتى مهما كانت اللغة بتاعتها اجنبية. يعني مش هتغلب كتير. وان شاء الله لو مش لقيت القائمة عليك ان انت تسيب لنا اسم الرسول، ان شاء الله هنجاوب عليك في سؤال اول باول. كل اللي انا بطلبه منك ان انت تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين والفايدة تعود الجميع. واتمنى لو انا وصلت لك قناة اسمها قناة محروس الشرقاوي، هتلاقي رابط القناة بتاعتها اسفل الفيديو. كل اللي عليك ان انت تنزل تشترك في القناة عشان ان شاء الله هنوريك طريقة فك الشفرات دي على القناة ديت خطوة بخطوة. وانتظرونا في الحلقة القادمة. وكان معكم محروس الشرقاوي من قناة ميديا سات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة كده يا جماعة، ده يبقى الحلقة بتاعته هو. طيب انت جاهز ان شاء الله هنرد عليك وهنشترك في قناة محروس الشرقاوي عشان ان شاء الله هنشرح عليها كل الشروحات ديت برضه. بس انا عايز اللايكات والاشتراكات بتاعتكم عشان نستمر والفيديو ده يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. حلقتنا بتتكلم برضه عشان اللي لسه داخل معانا على البث. حلقتنا بتتكلم سوفت وير لتحويل جميع السيفرات لتشغيل العشر قنوات البي ان سبورت الصوتية مجانا على 1506 و 1507. طبعا بيحمل تي والجي والاف عشان يبقى كل واحد عارف هو بيعمل ايه. فين اللايكات بتاعتكم يا جماعة؟ أنا عايز اللايكات عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. محدش عنده أسئلة يجاوب عليها أو اللي يقول لي وأنا هجاوب عليها. محمد الجويلي ماشي يا باشا، لا ينفع يا باشا. بس يا جماعة عشان ما حدش يسألني يقول لي السوفت لسه مش موجود. محمد رد. يا عم رد على الناس، فين الإجابات؟ طب ما ترد أنت وقول لي وأنا هرد عليك. رد قول لي السؤال وأنا هرد عليك يا أستاذ محمد.
رد يا عم، قول لي انا هرد على ايه، قول لي. كتبت والله. طيب ماشي، عيد السؤال طيب يا عم محمد. رسيفر شارب ستارت 7 HD. ماشي. اه ينفع يا استاذ محمد. كل اللي عليك يا استاذ محمد، انا قلت قبل كده يا جماعه، كل اللي الريسيفر بتاعه معاه السان بلس، الريسيفر ده يصلح له. ورسيفر تايجر اتش 1 تمانيات، ماشي يا باشا، اتش 1 تمانيات، ايوه ينفع، بتخش على الريموت. يا جماعه، في بعض الرسيفرات عليها السوفت ده شغال يعني. هي مش سوفت، هي خاصيه. عشان ما حدش يقول لي سوفت ايه يا عم ومش سوفت، اللي انا بقول عليه ده ده خاصيه سي على نظام سوفت. ماشي. كل الناس اللي بعتت لي الريسيفر ده اللي هو معالج السان بلس 1506 1507، الريسيفر اللي انا بشرح عليه السوفت ده يصلح له. والجماعة اللي هم بيقولوا لي ازاي ان احنا ننزل السوفت ده، ان شاء الله انا لما ارفع السوفت هتنزل تحت في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي فيه رابط. طيب ماشي، معلش انا ما سمعتش، النت كان بيقطع. ال- الريموت بتاعك انت، لو لو دخلت على الريموت بتاعك واتكيت على الزرار اللي انا قلته لك في الفيديو من شويه، ال- الخاصيه دي بتظهر. عشان الخاصيه دي بتبقى موجوده ببعض الرسيفرات، يعني مش محتاجه ان انت تنزل لها خاصيه او تنزل لها سوفت. بس في اجهزه تضطر ان انت لازم تنزل لها ايه، السوفت. الاجهزه اللي هي ما بتتحدثش من نفسها. امال الاجهزه اللي هي متوصله بالنت على طول ده بتحدث نفسها، وبينزل عليها الخاصيه دي اوتوماتيك. امال لو انت الخاصيه ديت موجوده عندك يبقى خير وبركه، مش موجوده، لو السيرفر بتاعك بدعم النت اللي هو تحديث بالنت على طول، يبقى انت لو حدثت على طول هيبقى افضل ليك انت. امال لو الرسيفر بتاعك مش بيتحدث من النت، يبقى مش ليك حل ان انت تاخد مننا التحديث ده وتحطه على الرسيفر هيتحدث معاك. بس ملحوظة، شوف المواصفات قبل ما تنزل السوفت، عشان الجهاز بتاعك ما يقفش على اللندة الحمراء. عشان ميبقاش احنا كده خلينا مسؤوليتنا امامك وامام الله، ان انت تشوف مواصفات السوفت موافقة مع الجهاز بتاعك ولا لا. قلت لك المواصفات، لو انت جهازك يدعم خاصية 1506 1507، طبعا ان كان تي او اف او تي، ده شغال معاك كله. بتخش انت وانت بتخش على الخاصية اللي هي بتاعة التحديث، هتخش على التحديث، قبل ما تحدث باليو اس بي اللي هو بالفلاشة يعني، هتنزل تحت تحدث بالنت على طول. لو الجهاز بتاعك بيدعم، الجهاز بتاعك بيشغل البي اوت الاول، الجهاز بتاعك بيشغل قنوات البي اوت، او في خاصية الاتش 265. ماشي كده، يبقى انت هتخش قبل ما تنزل السوفت ده. لا هتخش. ماشي. انت هتخش يا استاذ محمد، هتخش على قبل ما تحدد بالفلاشة، لا هتخش تحدث بايه، تجيب اللي هو التحديث بالنت، هتتك تحديث، هينزل معاك، استنى لما يخلص تحديث او يحدث، سيبه لما يعمل ستارت والجهاز يشتغل من نفسه. بعد كده هتخش تتك على الزرار اللي احنا قلنا لك عليه، ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي القنوات اشتغلت معاك. في الحالة دي لو القنوات ما اشتغلتش معاك، يبقى قدام منك الا السوفت بتاعنا، ده الحل بتاعك. بس يا استاذ محمد، يعني ادعوك، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة. عندي رسيفر برجر 3 5 بيتحدث. ما انا موريتك من شوية يا استاذ محمد، الزرار ازاي ان انت بتتك، اللي هو بتاع ستوريو اللي هو بتاع الصوت.
طب انا هشغل لك الفيديو تاني يا استاذ محمد، وياريتك بص، انت لو دخلت في القناه بتاعتنا يا استاذ محمد، خش في القناه بتاعتنا هتلاقي طبعا الفيديوهات دي بتاعتنا، طبعا ادعوك ان انت تتفرج عليها. وبعد ما تخش على الفيديوهات هتدنك نازل لما توصل للحلقه اللي احنا كنا منزلينها. طيب ماشي يا استاذ محمد، هتخش في القناه بتاعتنا هتدنك مقلب لما توصل للحلقه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، طبعا اللي هي بدايل قنوات البي اوت كيو، ال10 قنوات زائد تشغيل القنوات الصوتيه. بعد ما تتك هتتك على الفيديو، هتتابع الفيديو، ان شاء الله هتوصل لنتيجة صح. الاخ اللي هو بيسألني بيقول لي ما حل قنوات البي اوت. القنوات البي اوت حاليا لسه مش في اي خبر عنها. في ناس بيقول لك ان القنوات رجعت، في ناس لسه بيقول لك لسه مش رجعت. بس انا عندي يعني على الاي بي تي في بتاعي العشر 7 قنوات بس شغالين البي اوت، بس الشعار واللوجو بتاع القناة متغير. القنوات اللي بي اوت شغالة عندي بس الشعار بتاعها متغير. فينا جعل لايكات، كل اللي بيخش يعرف مننا معلومة يا ريتك تدعمنا باللايك. اللايك عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ازاي اوصل الريسيفر بالنت؟ الريسيفر بتاعك بيدعم خاصية ال اتش 265 ولا لأ؟ والله انا عندي ريسيفر شارب وتايزر، وبضغط على الايديو بيجيب الصوتيات بتاعت البي ان كلها، حتى لما بضغط زيرو مش بيشتغل الصوت. لا القنوات شغالة، بس يكون عندك النت متوصل على الريسيفر. لو انت عندك النت متوصل بالريسيفر طبعا القناة هتشتغل بدون اي مشاكل. لودي 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 بخصوص الجودة، ايش المطلوب؟ ما قلنا لك المطلوب ان القنوات لسه ما اشتغلتش، وفي بعض الناس يقول لك ان هي اشتغلت، وفي بعض الناس يقول لك لسه ما اشتغلتش. وبعدين انا عندي على الاي بي تي في ال7 قنوات البي اوت شغالين، بس الشعار واللوجو بتاعها شغال. كيف الطريقة اشغل 7 قنوات البي اوت؟ كيف الطريقة عشان اشغل 7 قنوات البي اوت؟ لا انت عندك اي بي تي في على الريسيفر يا استاذنا؟ انت عندك اي بي تي في على الريسيفر شغال متفاعل؟ دايما بموصل الريسيفر وبشغل على خاصية الاي بي تي في، بس عايز اشغل الهوت بلود اللي هو القمر الاوروبي، بس بان افضل عشان ساعات يبقى في ضغط. طيب ماشي، انت لو عندك ما احنا قلنا لك استاذ محمد الطريقة الحل الوحيد ليك انت، لو انت عاوز تشغل على قمر الاوروبي اللي هو اللي انت قلت عليه، كل اللي عليك ان انت هتستقبل طبعا القمر، وبعد كده بعد ما تستقبله طبعا القنوات بتشتغل بالشيرنج،
وبعد ما تشغل قنوات طبعا التعليق بيبقى اجنبي. كل اللي عليك انت يا استاذ محمد ان انت تشغل الاوديو اللي هو الصوت. وبعد ما تشغله هيكون الريسيفر متوصل بالنت طبعا. هتلاقي القنوات اشتغلت معاك. لو القنوات ما اشتغلتش معاك يبقى الريسيفر بتاعك عايز تحديث. خش حدثه هتلاقي القنوات اشتغلت معاك بدون اي مشاكل. الريسيفر بتاعي ما بدعمش ال اتش 265. طيب ماشي. هو عامة الخاصية دي موجودة على جميع الرسيفرات السان بلس. يا جماعة انتوا كل اللي بيخش يتفرج على الفيديو مش بيقرأ عنوان الفيديو؟ عنوان الفيديو بيقول لك طريقة تشغيل العشر قنوات الصوتية على جميع أجهزة سان بلس، يعني بالعربي كده أي جهاز اتش دي اللي هو الرسيفرات العادية اللي هي الميني اللي هي موجودة في كل بيت، بس يكون اتش دي. هتلاقي الخاصية دي تخش على اوديو صوت، لا هتلاقي الخاصية موجودة عليها بدون أي مشاكل. بس يا جماعة اللي أنا بطلبه منكم الدعم، دعم القناة. كلكم تدعمونا كده عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. وإن شاء الله يا جماعة انتظرونا. النهاردة أو بكرة إن شاء الله هنستقبل معكم القمر الياهو سات. الأخ اللي هو كان طلب مني القمر الياهو سات إن شاء الله هنستقبله النهاردة. القناتين اتنين اللي شغالين عليه. برضو القناتين دول بيجيبوا بالتعليق على حسب اللغة بتاع بلدهم. وإن شاء الله هنركب لكم الصوت اللي هي بتاع الخاصية ديت. وهنوريكم صوت. بس اعذرونا ان انا ببقى بعمل شوشرة على الصوت او الصورة عشان عدم حقوق الطبع والنشر، وانت عارفين اقل حاجة ببقى عليها مخالفة. فان شاء الله انتظرونا النهاردة او بكرة ان شاء الله. هنركب لكم تركيبة ان شاء الله كده مع الاوروبي. استر 19 واستر 23 والنايل سات واموس والبلغاري وانتل 7 اللي هو ان شاء الله واكسبريس 11 عشان قناة سوريا سبورت رجعت تاني. وانت لو مش عارف قناة سوريا سبورت، في فيديو انا منزله في القناة اللي هو قدام حضراتكم ده. كل اللي عليك ان انت تخش الفيديو ده اللي قدام من عودة قناة سوريا سبورت من جديد، تردد وفك شفرة قناة سوريا سبورت. خش عليه ان شاء الله طريقة فك الشفرة. طيب لسه محدث الفيديو امبارح وحاولت اجرب على اي قناة رياضية اشتغلت القناة وقبلت صوتيات بان اشتغلتش برضو. يا ريت تشوف حل بعد اذنك، انا عندي رصفين اتنين. ماشي يا استاذ محمد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنصور الصفر ان شاء الله. حاضر حاضر يا استاذ محمد ان شاء الله هنرد عليك. وهنوريك ازاي ان انت تشغل القنوات ديت. وان شاء الله هشغلها لكم النهارده. بس يا رب يكون في ماتش شغال النهارده مباشر عشان اوريكم الصوت شغال ازاي. ما قلنا لك تحديث الريسيفر ان كان بيدعم الخاصيه 265 يبقى بتحدثه من على النت على طول. الخاصيه دوت يبقى مش قدام منك الا تاخد السوفت يا استاذنا اللي احنا هنرفعه ان شاء الله بعد ساعه. هنرفع السوفت ده على الميديا فاير وهسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. هتخش وهتحمله وتحطه في فلاشة طبعا. هتفك الضغط الاول وتحطه على الفلاشة وتحط الفلاشة في الريسيفر. تخش من الريموت على المنيو ثم التحديث. هتخش على التحديث هتختار الفلاشة. وبعد ما تختار الفلاشة ان شاء الله هتختار السوفت اللي هو التحديث يعني. وبعد كده هتنزل السوفت ان شاء الله. هتلاقي القنوات اشتغلت معاك بدون اي مشاكل. ده بخصوص اللي هي الرسيفرات العادية. انا متابع حضرتك على كل قنواتك، بتمنى حل من حضرتك. حاضر ان شاء الله هحل لك المشكلة دي. بس معلش يعني لو انا طولت عليك شوية اعذرني. ان شاء الله هوريك الحل. وان شاء الله لازم تطلع من القناة بتاعتنا تكون مستفاد بمعلومة. بس يا ريتك تدعمنا وانت كل اللي سمعنا. ادعمونا يا جماعة عشان الدعم بتاعكم بيوصلنا لأكبر عدد من المشاهدين.
ده يهمنا ان احنا نوصل المعلومة بتاعتنا للناس كلها. بس يا ريتكم يا جماعة الدعم منكم عشان ان شاء الله نوصل لاكبر عدد من المشاهدين. انا عايز الدعم منكم، واللي ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المشاهدين. سوفت وير تحويل جميع اجهزة الرسيفرات لتشغيل 10 قنوات البي ان سبورت صوتية مجانا على معالج 1506 و1507. ان شاء الله الحل هتلاقي عندنا. وان شاء الله لو الفيديو لو السوفت ما اترفعش، ان شاء الله من هنا لاخر النهار يكون السوفت اترفع، وهنزله لكم على طول. ان شاء الله احنا ان شاء الله. طبعا انا هعمل الفيديو ده خصوصا لك انت، عشان انت طلبت مني القمر ده ان شاء الله. بس القمر ده مش عليه الا قناتين اتنين، وانا هستقبل لك القمر ده النهارده وهقول لك استقباله ازاي. بس ان شاء الله، ولو ان انا اعمل بس مباشر اثناء وانا بلقط القمر ده، ان شاء الله هيحصل ان شاء الله. بس انا عايزك تدعمنا. ادعمنا يا جماعة، الدعم بتاعكم بيوصلنا لأكبر عدد من المشاهدين. هتحمله ازاي على الموبايل؟ ان شاء الله اول ما هرفع الملف على الميديا فاير، هتخش، انا هسيب لك رابط اسفل الفيديو. الرابط ده هيحولك على صفحتنا على الفيسبوك. هتخش هتتك على على الرابط اللي هو على الفيسبوك ده، هيحولك للميديا فاير. وبعد ما يحولك على الميديا فاير هتنزل الملف على الموبايل. وبعد ما تنزله هتفك الضغط عنه، وهتاخده من الموبايل على كارت الميموري وتحطه في الليدر او في فلاشة على حسب ما انت بتستخدم، وهتحطه في الفلاشة كده. يبقى انت كده وصلت السوفت بالريسيفر. من خلال الريموت بقى تخش على المنيو، تخش على التحديث، تختار الفلاشة، تختار السوفت، تتك نعم. ملحوظة: الريسيفر ما يفصلش منك وهو شغال. سيبه لما يعمل ستارت لوحده، ستارت ان هو يعني اشتغل لوحده. لما يشتغل لوحده هتخش ان شاء الله هتلاقي القناة اشتغلت. بس ملحوظة: يكون الريسيفر متوصل بالنت. آخر سؤال يا فندم، معلش ممكن أقول تردد استقبال الهوت برود مشكلة. وعندي مشكلة كل ما أجيب القمر الأوروبي وأظبط الإشارة مش بيشتغل، بيشتغلش معايا عرب سات. أنت الطبق اللي عندك طيب إيه اللي أنت بتستقبل عليه القمر الأوروبي ده؟ بستقبله سنت ولا مسطرة؟ يا جماعة أنا بدعوكم إن أنتوا تشتركوا. والله يستاهل الخير، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. شكرا يا أخي، شكرا. طبق كبير 120 سنتي من غير مسطرة. العرب سد اللي هو الأوروبي عامله اللي هو الراس الأساسية، والعرب سد شغال معاه على مسطرة، ولا شغال مشغلهم ازاي؟ فين يا جماعة الاشتراكات بتاعتكم؟ أنا عايز الكل يشترك في القناة.
طيب ماشي، انت بتقول لي دلوقتي مشغل طبق قمر واحد على الطبق، طب ازاي انت بتقول لي العرب سات ما بيشتغلش معاك؟ يعني انت بتلقط الاوروبي، بتلاقي الاوروبي ده العرب سات، صح؟ تقصد انت المعلومة دي؟ يعني انت دلوقتي كأنك بتستقبل القمر الاوروبي، تيجي بتنزل قنوات، بتلاقي القنوات اللي شغالة اللي هو عرب سات، صح؟ طيب ماشي يا استاذ محمد، ان شاء الله النهارده المغرب كده، قبل المغرب هنوريك برضو ان انت تستقبل القمر الاوروبي ازاي، وهوريك اقوى تردد ان انت تستقبل بيه القمر ده. ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو طريقة استقبال القمر الاوروبي مع على مسطرة. طبعا القمر الاوروبي هيبقى سنتر، يعني اللي هو هيبقى الاساسي، هيبقى الأساسي. وبعد كده إن شاء الله القنوات هنستقبل مع القمر الأوروبي ده هيبقى الأساسي، هنستقبل مع مسطرة، هنستقبل أستر 19 وأستر. ومن الجانب اليمة التانية هنستقبل اللي هو قمر إكسبريس اللي هو 11، اللي هو شغل قناة سوريا سبورت، رجعت من أول وجديد. هنستقبل برضو مع قمر اموس، اللي هو قمر ده رياضي، قمر صهيوني بس رياضي، ومعلش ما فيش عليه اي قناة اباحية خالص، كل القنوات اللي عليه مميزة وحلوة. ان شاء الله ان شاء الله طول ما انت معانا ان شاء الله، انت والناس المحترمة، بيقول قنوات البيئة وتراجعة ولا مش راجعة. والله يا استاذ احمد الخبر ده في ناس بيقول لك رجعت، وفي ناس بيقول لك مش رجعت. بس انا حاليا اللي عندي الاي بي تي في مش شغل 7 قنوات البي اوت. هتقول لي هم 10 قنوات، اقول لك لو انت شفت الخبر الجديد، الخبر الجديد بيقول هم نازلين 12 قناة، واسم القناة اتغير، اللوجو بتاع القناة اتغير، نازلين بشكل جديد. وعلى ان شاء الله اللي انا سامع ده بقول لك على قمر تاني غير العرب سات، الله اعلم. بس اللي فعلا شغالين عندي 7 قنوات على اي بي تي في. عشان ووريتكم فيديو قبل كده تشغيل الصوت وصورة، وناس طلعت تقول لي لا، وناس قالوا لي، لقيت الناس يعني في ناس متعاطفة مع الموضوع، في ناس طبعا الناس اللي هي ايه، الله يسهل لها بقى. طيب حد عنده سؤال يا جماعة قبل ما افصل الحفلة بتاعتنا او البث المباشر بتاعنا؟ حد ليه اي سؤال قبل ما افصل البث؟ لو حد ليه اي سؤال يا ريت يسيبه لنا قبل ما نفصل البث المباشر. يا جماعة لو حد ليه اي سؤال يا ريت يسيبه لنا، عشان احنا هنفصل بس كمان 3 دقايق. طيب كده محدش ليه اي. طيب انتظرونا في الحلقات القادمة على قناة ميديا سات. وبدعوك ان انت تشترك في قناة محروس الشرقاوي. القناة ديت ان شاء الله هنستقبل عليها جميع الاقمار، هنوريك ازاي ان انت تفك جميع شفرات اي قناة انت عايزها ان شاء الله على القناة ديت. انا بدعوك ان انت تشترك فيها، ده فضلا وليس امر. واشوفكم في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.